عليكم ورحمة الله. ده هيكون اول فيديو، والفيديو دوت هنتعرف فيه على الادوات اللي محتاجينها من اول رسم الباترون لحد تثبيته على القماش. احنا اول حاجة بنحتاجها المازورة دي عبارة عن شريط مرن مترقم باخد بيه المقاسات بتاعة الجسم، وساعات بحتاجه برضو برسم بيه الباترون، بيبقى اسهل من المسطرة اللي هي الطويلة دي. بيبقى سهل الحركة يعني. عندي طقم المساطر دوت، انت عندك اي مسطرة طويلة استخدميها عادي. انا عندي المسطرة دي من ايام الدراسة بستخدمها عادي. ده الطقم الخشب دوت، في منه خشب وفي منه بلاستيك. بيبقى عبارة عن مسطرة طويلة زي دي وكام قطعة كده بيبقوا كيرفات وريجة. الريجة اللي هي بتبقى مش كيرف قوي، بتبقى حاجات شبه كده. عندي ايه كمان؟ عندي ورق الزبدة اهو، عشان في بنات في الكورس كانوا بيجيبولي ورق زبدة بتاع الاكل، يعني كانوا بيصدموني بصراحة. بس ورق الزبدة ده اهو بتبقى عبارة عن فرخ ورق كده، تقريبا عرضه حوالي 60-80 وطوله تقريبا متر. ده بيتباع في المكتبات الكبيرة. عندي الدبابيس دي بثبت بيها الباترون على القماش، او بثبت القماش في بعضه، واجيبها نوع كويس عشان السن بتاعها يبقى كويس ما يقطعليش القماش. في ايه كمان؟ في السولوتيب دوت ساعات بحتاجه، لاني طبعا ورقه واحده من ورق الزبده ده مش بيكفي بنطلون، فلما بنيجي نعمل بنطلون بنلزق ورقتين في بعض، وهبقى اوريكم ازاي برضو بنرسمها. بنلزقها وبنرسم عليها. الطقم المقصات ده، اي مقص، ده مقص القماش، هو ده مقص ايطالي. بيبقى ده يعتبر احسن نوع موجود في السوق. بيبقى كويس ومش بيبوظ بسرعة. بس اهم حاجة تحافظ عليه، ما تستخدميهوش في قص ورق، يبقى هو دوت للقماش بس. ونستخدم اي مقص عادي عندنا للورق. انا ساعات بفرغ الباترون بالقطر، يعني لما بيبقى في حاجات فيها بنس او باترون كبير او حاجة انا بستسهل القطر. في ناس ما بتعرفش تستخدمه. دي القصافات دي في منها اشكال، ده شكل منهم وده شكل كمان. القصافات دي بنعمل بيها ايه؟ القصافات دي بنقص بيها الخيوط اللي بتبقى زيادة في القطعة بتاعتنا، او احنا قاعدين في المكنة مثلا على المكنة، بتبقى سهلة في الاستخدام، اسهل من المقص. دول ماركرز. الماركر دوت بيبقى فيه منه الوان كتير. ده بيبقى شكل القلم كده بيكتب على القماش. في منه اللي هو الشكل شبه الطباشير او الصابونة، ده انا مفضلوش لان هو مجرد ما بيقع بيتكسر، ما بعرفش استخدمه تاني. بس الانضف يعني اللي هو الاقلام دي، في منها الوان كتير قوي حسب بقى لون القماش اللي انت هتستخدمي. يعني مثلا لو انت هتعملي قماش غامق ترسمي بفاتح، فاتح ترسمي بغامق. بس دي تقريبا كل الحاجات. ودوت عندي المانيكان دوت، لو انتي بقى هتشتغلي ده بتبقي بتعرضي عليه. مش هتشتغلي خلاص، يعني هو مش ضروري قوي، يعني هو مش ضروري حتى لو انتي بتشتغلي في المجال، مش ضروري قوي، الا بقى لو هتعملي تشكيل الموديلات وحاجات زي كده. بس دي تقريبا كل الادوات اللي احنا بنستخدمها. والفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم ازاي هناخد المقاسات. وفي الفيديوهات الجايه هنعرف ازاي هنستخدم كل الادوات ديت. ما تتخضوش من شكلها، هي حاجات تافهه جدا وسهله جدا. بعد كده الباترون مش هياخد في ايديكم 5 دقايق زي اللي قبلكم. فان شاء الله الحاجه دي مش صعبه خالص. اهم حاجه تبقي بتحبي تعمليها وتركزي، عشان هي بتبقى تركات بسيطه جدا، بس انتي مع الوقت بالنسبه لك بتبقي بترسمي الباترون وبتقصي وانتي مغمضه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تستفادوا معايا. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان تشجعوني كده ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. والفيديو الجاي ان شاء الله يبقى قريب، يعني ممكن اعمل لكم فيديو النهارده كمان بالليل او بكره. تابعوا الجروب هشير لكم عليه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة الفيديو بتاعنا هيبقى ازاي ناخد المقاسات بطريقة صح من على الجسم. لازم ناخدهم بالترتيب او نتعود ناخدهم بتكنيك معين عشان
ما نلخبطش نفسنا او ننسى مقاس او كده. عندنا الجسم عبارة عن خطوط افقية وخطوط رأسية. انا معلمه لكم بستان على المانيكان عشان نعرف احنا بنحط المزورة فين بالظبط. انا عندي اول مقاس باخده، احنا بنبتدي الاول بالدورانات. عندي 4 دورانات: دوران الرقبة، دوران الصدر، دوران الوسط، دوران الهاب او الهانش او الجنب، بيتسمى ال3 مسميات دول. لما اخد مقاس حاجة، نبتدي الاول بدوران الرقبة. دوران الرقبة لما نلف المزورة تبقى مرتاحة، مخنقش اللي انا بقيس ليه. عندي بعد كده دوران الصدر. دوران الصدر باخد الدوران بتاع الصدر وانا واقفه، يعني اللي باخد مقاسه دوت يبقى واقف لي بالجنب عشان ابقى شايفه انا بعمل ايه. اروح جايه كده ممرره المزوره باعلى مكان في الصدر، مرورا في عظمتين بيبقوا في الظهر ورا، بعدي بيهم برضو وباخد دوران الصدر. تمام، واخد دوران الصدر. دوران الصدر المفروض ان انا بسيب فيه براح عشان احنا بنعمل باترون كاجوال مش سواريه. بس انا يعني في ناس بتحط، يعني المفروض ان احنا بنحط ايدينا بطريقه معينه عشان نسيب البراح ده، اللي هو بنعمل كده وبنروح سايبين براح جوه. انا يستحسن يفضل عشان تطلع معاكي مظبوطه ان انتي تسيبي 4 سنتي. يعني انا بعد ما اخد الدوران بتاع الصدر دوت، بعد ما اقيس دوران الصدر بزود عليه تاني 4 سنتي وبكتبه في ورقة جانبية عشان تبقى معايا ورقة المقاسات. تالت دوران باخده هو دوران الوسط. دوران الوسط بتاعي بيبقى فيه عظمة هنا في الجنب عندنا كلنا. الوسط بيبقى فوق العظمة دي، ما بيبقاش تحت شوية زي ما احنا عارفين، لا يعني هو الوسط بيبقى في الحتة اللي بتبقى اكتر حتة داخلة لجوه في جسمنا. عندي رابع دوران والاخير اللي هو دوران الهب. دوران الهب برضو لما نيجي ناخده بنخلي اللي واقف قدامنا يبقى بالجنب، وبرضو بنعدي المزورة من اعلى مكان في الهب ورا بالطريقة دي. تمام، ونزود برضو عليه 4 سنتي. يبقى انا عندي كده 4 دورانات اخدتهم: دوران الرقبة، دوران الصدر، والوسط، والهب. عندي مقاسين بس اللي هزود عليهم وانا بكتب المقاس في الورقة، يعني قبل ما اكتب المقاس بزود عليهم 4 سنتي اللي هو دوران الصدر ودوران الهب. الوسط مش بنزود عليه عشان احنا لسه هنزود عليه في حساباتنا للبنس، بس دي هتعرفوها واحنا بنكتب الحسابات. لكن خليكم عارفين دلوقتي اللي بنزود عليه في المقاس بس هو دوران الصدر ودوران الهب، بنزود عليهم 4 سنتي قبل ما نكتب المقاس في الورقة. تمام. عندي عرض الكتف او عرض الظهر، عرض الكتفين او عرض الظهر. عرض الظهر دوت باخده في انا عندنا برضو في جسمنا عندنا عظمتين في الكتفين، بقيس من اول العظمه دي مرورا بالرقبه للعظمه للناحيه التانية. يبقى ده كده عندي عرض الظهر. يبقى انا كده عندي كده خدت 5 مقاسات لحد دلوقتي: 4 دوران وعرض 1. 4 دوران وعرض 1. يبقى انا كده خلصت، فاضل لي بس الاطوال اللي هاخدها. عندي طول الوسط. طول الوسط ده بيتاخد ازاي؟ طول الوسط ده بيتاخد من اعلى نقطة في الكتف. اعلى نقطة في الكتف ديت برضو يعني دي اللي هي نقطة التقاء الرقبة بالكتف، اللي هي دي. تمام، طبعا عندنا في جسمنا هتبقى باينة اكتر. يعني بنقيس طول الوسط دوت من اعلى نقطة في الكتف مرورا باعلى نقطة في الصدر لحد الوسط. طبعا اللي بنقيسله بنخليه يحط ايده في وسطه عشان نعرف نحددها، او نربط شريطة على وسطه، او نربط مزورة تانية مثلا على وسطه عشان تقدري تحددي طول الوسط دوت. عندي طول الجنب. طول الجنب دوت بيبقى من عند الوسط
لتحت، بس هي بتبقى ثابته، يعني مش بنقيسها. يعني في الاطفال ممكن نقيسها، لكن في الكبار بتبقى ثابته. يعني الكبير بنعملها مثلا من 17 ل 18 لو حد قصير، لكن لو حد طويل بنعملها 20 ثابت. يبقى كده عندنا طول الجنب بيكون ثابت 20، ولو حد قصير بنعملها من 17 ل 18 سنتي. في ملحوظة عايزين نعرفها، ان اي طول بناخده من اعلى نقطة في الكتف. اي طول اخدنا، طول البلوزة بقى، اخدنا طول الدرس، اي طول بنبتدي من هنا، بنبتدي من اعلى نقطة في الكتف، وبننزل بقى ناخد الطول اللي احنا عايزينه بقى، طول البلوزة، طول الدرس او اي حاجة عشان تبقى مظبوطة. لازم تتقاس من هنا، ما تتقاس من هنا، ما تتقاس من هنا، ما تتقاس من حاجة، من اماكن غريبة كده في ناس بتقاس منها. لا، هي بتتقاس من الحتة دي اللي هي التقاء نقطة الكتف مع الرقبة. كده احنا خلصنا المقاسات. ان شاء الله في الفيديو الجاي هوريكم ازاي بنطبق المقاسات دي على الورقة، وعشان نطلع بيها بقى الحساب بتاعنا اللي احنا هنرسم بيه الباترون. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير عشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات تانية. صباح الخير عليكم. النهارده هنعرف ازاي المقاسات اللي اخدناها المره اللي فاتت هننفذ بيها باترون، وهنحسبها ازاي. مبدئيا انتوا اكيد مستغربين الشكل اللي انا حاطاه دوت. هو انا لما برسم باترون بيبقى ربع دوران الجسم، بمعنى ان انا عندي الجسم لما اخدت لفيت المزور عليه كان كده دوران الجسم كامل. انا عندي الامام مقسوم 2 والخلف مقسوم برضو 2، يبقى انا كده عندي 4 اجزاء. انا هرسم ربع واحد بس، الورقة هتطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، هيبقى بس ربع دوران الجسم. طيب دلوقتي انا لما اخدنا المقاسات اخدنا 4 دورانات، اللي هو الرقبة والصدر والوسط والهب. طيب دي الارقام اللي طلعت لنا على المزورة، لما لفينا المزورة كاملة هي دي المقاسات اللي طلعت لنا، بس احنا عايزين نرسم ربع الجسم بس. اول مقاس عندي اللي هو بتاع الرقبة بقسمه على 5، طلعت لي 35، طلعت لي 37، طلعت لي 40، كل واحد بقى ورقبته زي الرقم ما هيطلع لنا هنقسمه على 5، هيدينا ناتج هو دوت اللي احنا هننفذ بيه على البطرون اللي هو 7 سنتي. عندي دوران الصدر والوسط والهب بيتقسموا على 4، لان احنا واخدين الدوران كامل ومتفقين ان احنا بنرسم على ربع الجسم. عندي 90 هقسمها على 4. عندي الوسط بس هنزود عليه، يعني هنعمل دوران الوسط على 4 زائد 3 سنتي بنس. البنس دي برضو هنشوف احنا هنعمل بيها ايه بعد كده، اللي هي دي البنس، بس احنا مفرغينها هنا. احنا المفروض ما بنفرغهاش في الكاجوال، او لو انتي عايزه تعملي بنسة بنروح هنشوف برضو هنبقى بنقفلها ازاي. بس الوسط بنزود عليه 3 سنتي بنس على الناتج اللي هو بتاع ربع، يعني بعد ما اقسم الدوران على 4 بزود عليه 3 سنتي، بيبقى 20.5 على حسب مقاس المانيكان. دوران الهب برضو بقسمه على 4، مش بزود حاجة. عندي عرض الظهر الناتج اللي بيطلع لنا بنقسمه على 2 وبنعمل 1 سنتي خياطة، 1 سنتي بنزوده عشان ده بنبقى عاملين حسابه في الخياطة، وبرضو واحنا بنقص هنعرف احنا ليه عملنا حسابه وازاي بنقص واحنا واخدين مقاسات الخياطة ديت. طول الوسط برضو بزود عليه 1. طول الجنب متفقين اللي هو ثابت بيبقى من 17 ل 20 حسب الطول. وطول البلوزة زي ما بيطلع بقى احنا بناخد طول البلوزة اللي احنا عايزينه وبنزود 5 سنتي اللي هي حساب تانية البلوزة. عايزة مثلا الطول دوت هيبقى طول الدرس، اي طول انت عايزاه، واتفقنا ان احنا بناخد الطول من نقطة التقاء الرقبة بالكتف. يبقى احنا كده دي خدنا المقاسات وعرفنا ازاي بنحسبها وازاي بنقسمها. طيب الفيديو الجاي ان شاء الله هنرسم بالمقاسات دي الباترون،
بس انا المرة دي هرسمه لكم بس كروكي كده في ورقة عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. انا عندي اي باترون بيبدأ بمستطيل، اي باترون هناخده هيبدأ بمستطيل، بس عندي الكورساج الاساسي ما بيبدأش بمستطيل، ما بيبدأش بمستطيل مقفول، يعني نبقى عندنا خط فوق كده وخط من الجنب، دول بس اللي متحددين ومن الناحية التانية مفتوحة. طيب انا عندي لما قست دوران الرقبة وقسمتها على 5 طلعت لي 7، يبقى انا هدخل دي النقطة بقى اللي بنشتغل منها، اللي هو الكورنر ده اللي بنشتغل منه، هندخل كده 7 وننزل هنا 7، يبقى دي كده الرقبة الامامية. طبعا احنا لما نرسم مظبوط هنعرف ازاي بنرسمها بالكيرفات، يعني هعمل لكم فيديو تاني. وعندي الرقبة الخلفية بننزل من 1 سنتي ل2 سنتي ثابت، ده في اي حاجة هنعملها، وبنوصلها بنفس نقطة الرقبة الامامية من هنا. تمام، بس احنا بنبتدي كده من هنا 1 سنتي كده خط مستقيم، وهنا 1 سنتي خط مستقيم، عشان برضو ايه يبقى الدوران بتاعنا مظبوط، لما نيجي نقص ما يطلع لنا الشكل قلب. طيب انا عندي دلوقتي ايه تاني، عرض الظهر لما قسمناه على 2 زائد 1 طلع لي 20 سنتي، يبقى انا هدخل كده من هنا 20 سنتي، محدش كتف مستقيم على رقبته، المفروض ان احنا كتفنا بيبقى ساقط شويه. طيب السقوط دوت هيبقى قد ايه؟ هيبقى نص خمس الرقبه، يعني ال7 سنتي اللي طلعوا لنا هنا هناخد نصهم، اللي هم نقسمهم على 2، تمام، هيطلعوا لنا 3.5، يبقى انا هنزل من هنا 3.5 واروح موصله دي بدي كده. اوكي، انا هنا دخلت من هنا لهنا اللي هو 20 سنتي اللي هم عرض الظهر زائد 1، وعملنا هنا السقوط، هنزل من هنا تاني اللي هم 20 سنتي دول اللي انا دخلتهم من هنا، هنزلهم هنا تاني بس المرة دي من نقطة السقوط دي، واروح عاملة خط، وده يبقى عندي كده خط الصدر كده لحد كده. تمام، انا لما اخدنا الاطوال اخدنا طول الوسط، طول الوسط، واتفقنا ان احنا بناخد اي مقاس طول من عند نقطة التقاء الرقبة بالكتف، هنزل من هنا لتحت طول الوسط اللي هو طلع معايا 42، وهعمل خط، وده هنسميه خط الوسط. وبعد كده من خط الوسط لتحت هنزل اللي هم 20 سنتي ثابت اللي هم بتوع طول الجنب، يبقى ده كده اسمه خط الهب او الهانش. يبقى انا كده حددت كل خطوطي، ومن هنا لتحت هحدد بقى طول الايه البلوزة او الدريس اللي انا عايزاه. طب انا دلوقتي عملت خطوط مفتوحة وما حددتش، يعني ما فيش، انا كده عملت ايه؟ انا كده ما فيش اي باترون واضح قدامي وانا مش عارفة اعمل ايه في الخطوط المفتوحة دي. من هنا بقى هستخدم المقاسات بتاعتي اللي انا خدتها. لما قسمنا دوران الصدر على 4 طلعت لنا 22.5، يبقى انا ده خط الصدر عندي اهو، يبقى انا هقيس من الخط بقى دوت اللي احنا قافلينه من هنا ده لجوه، كل المقاسات بتاعتي هتبقى من بره هنا لجوه، من بره لجوه، يبقى خط الصدر دوت اول مقاس اللي هو بتاع الصدر اللي هو 22.5 هيطلع لنا هنا تقريبا. اوكي، هنقيس المسافة ما بين النقطة دي والخط دوت واطلعها فوق تاني، وبالكيرف بقى هنشوف بعد كده بنعملها ازاي. هنروح واخدين الحردة بتاعة الباط. عندي الامامية بتفرق عن الخلفية، يعني الخلف عندي عشان احنا الصدر بيبقى عالي، فالمفروض ان انا بسيب هنا، بدخل بقسم المسافة دي من هنا لهنا كده، باخد نصها واروح داخله لجوه 1 سنتي واروح عاملة تاني كده عشان يبقى دوت الامام، عشان يبقى عندي مرتاح، وبرضو هنوضحها اكتر في واحنا بنرسم الباترون. طيب انا عندي كده خلصت الجيرو اللي هو بتاع الباط، الحردة بتاعة الباط.
ندخل على الوسط. الوسط احنا كنا قاسينه اللي هو قسمنا دوران الوسط على 4 وزودنا 3 سنتي بنس، طلع لنا 20 سنتي. يبقى هنقيس من هنا لهنا 20 سنتي اللي هو ربع دوران الوسط زائد 3 سنتي بنس. عندي خط الهب هنقسنا 100 قسمناها على 4 اللي هي برضو ربع دوران الهب اللي هي 25، هنقيسها برضو من هنا لجوه. يبقى كده خلصنا كل الدورانات اللي احنا خدناها. وهنجيب بقى الريجة وبعد كده هنبقى بنعرف بنستخدمها ازاي. برضو احنا طبعا جسمنا فيه كيرفات، ما ينفعش اعمل خط مستقيم كده، غلط. احنا جسمنا فيه كيرفات، لازم الحاجة تبقى معمولة بانسيابية كده. طبعا بالريجة هتبقى مظبوطة اكتر. طبعا كل واحد بقى يتخيل وهو بيرسم، يعني الموضوع ده بيبقى عايز تخيل شوية ازاي تبقي بترسمي بالكيرفات، عشان في ناس بتبقى بترسمها غلط، ساعات بتمسكها بالعكس فبتروح عامله الكيرف لبره، فمحدش بيبقى جنبه طالع لبره كده. انتوا بقى ايه، تخيلوا وانتوا بترسموا، عشان دي فعلا بتواجه ناس كتير مشكله في الموضوع دوت في استخدام الكيرفات. يبقى انا عندي من خط الصدر لخط الوسط الكيرف لجوه، من خط الوسط لخط الهب الكيرف لبره. وبرده ما يبقاش كيرف جامد قوي، يعني خلوا فيه سنس وانتوا بترسموا الباترون. يبقى انا كده خلصت كل الخطوط بتاعتي. ودوت خط الهب ده بقى طول البلوزة او الدريس، ده بناخده بخط ستريت. عايزين بقى ننزله على واسع، عايزين بقى زي ما احنا عايزين بعد كده الموديلات بقى هنرسمها ازاي. كده الفيديو خلص. كده عرفنا ازاي بنحسب المقاسات وبنطبقها على الباترون. ده باترون كروكي. المرة الجاية هرسم لكم باترون بقى مظبوط، وهحاول ارسم لكم على بورد، بس انا لسه بظبط بس وبجيب حاجات عشان اعرف اتصور وانا واقفه، لاني لسه ما كنتش محضره بصراحه. فالمره الجايه ان شاء الله هيبقى الفيديو بقى بيشرح لكم ازاي بالظبط الباترون بالمقاسات ويطلع مظبوط ونظيف ونقصه ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا المره دي، ومتنسوش تعملوا لي لايك وشير وقولوا لي رايكم. ولو في حد فيكم عنده اي استفسار يسيبه لي في الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هندخل في الجد، هنرسم باترون. المفروض ان احنا المره اللي فاتت عرفنا ازاي بنحسب المقاسات واخدنا الباترون كروكي. النهارده بقى هنرسمه على ورق زبده. ده الباترون بتاعنا اللي احنا بنحطه على القماش. دي بس الادوات اللي انا بستخدمها. هوريكم انا بستخدم ايه بالظبط. يعني هي دي الريجة دي ساعات بستغنى عنها وبستخدم بدلها المثلث دوت عشان بيظبط معايا اكتر، وهوريكم بيظبط ازاي وبيظبط ايه بالظبط عشان خطوطك تطلع مظبوطه. مبدئيا دي المقاسات اللي احنا حسبناها المره اللي فاتت، ودي اللي انا هشتغل عليها النهارده. لو انتوا ما شفتوش الفيديو اللي فات ارجعوا له واعرفوا ازاي طلعنا المقاسات ديت، والفيديو اللي قبله كان ازاي بناخد المقاسات. نبتدي نقول بسم الله. دي عندي ورقه الزبده، ده حجمها. انا برسم الباترون في خطوات بسيطه جدا عشان ما اعقدش نفسي. ما برسمش خلف لوحده وامام لوحده، انا برسم الاتنين مع بعض في خطوه واحده، وما بياخدش وقت نهائي. يعني لما تبقى حافظين خطوات بعد كده هتبقى بالنسبه لكم بترسموها ما بتكملش دقيقتين. انا هجيب الورقه كده دي. لو المقاس بتاعنا عادي، يعني مثلا دوت لحد مقاس لو مثلا 80 كيلو 70 كيلو الجسم، عشان في ناس مش بتعرف بالمقاسات يعني. ممكن ورقه واحده بس تكفي. لو اكتر من كده لا، بنحتاج ورقتين فوق بعض. لكن دي المقاس العادي اللي هو يعني مثلا لحد مقاس اكس لارج بنحتاج ورقه واحده بس. هنجيب الورقه هنفردها بالطول ونقسمها 2. بس لازم نقسمها مظبوط. هنقسمها بالشكل ده.
واخلي الناحية المفتوحة بتاعة الورقة، الناحية المفتوحة هخليها من ناحيتي لحد كده، ما عنديش اي مشكلة. طيب احنا هنبتدي الرسم من فوق. دي كده الورقة مظبوطة، مقسومة نصين عشان عندي خلف وعندي امام وبيبقى فيهم اختلاف. هنشوف هنرسم ازاي. انا معايا مسطرتي العادية، هروح جاية هنا. هنبتدي، احنا اتفقنا ان اي باترون بيبدأ بمستطيل، واتفقنا ان الباترون الكورساج بيبقى متحدد من الزاوية دي بس، والناحية التانية بتبقى الخطوط بتاعتنا مش متحددة. هبتدي اقيس من فوق هنا. عندي الرقبة كانت طالعة دوران الرقبة 7 سنتي، فانا هاجي من الكورنر دوت ادخل كده فوق 7 سنتي، وتحت برضو هقيس 7 سنتي وادخل كده سنتي بخط مستقيم، عشان وانا بقص يطلع الدوران عندي مظبوط. وهنزل تاني برضو بالمرة بقى وانا ثابتة كده، هنزل 2 سنتي ل1.5 سنتي، ده بتاع الرقبة الخلفية. واروح جايبة الكيرف بتاعي دوت، واروح جاية عاملة كيرف بالشكل ده، واروح مكملة بايدي. وبرضو دوت اعمل كيرفات تبقى عيني مرتاحة ليها، شكل الكيرف يبقى عيني مرتاحة ليه. يبقى انا كده خلصت الرقبة الامامية والرقبة الخلفية في خطوة واحدة. عندنا عرض الظهر زائد 1 لما حسبناه طلع 20. هاجي برضو من نفس الكورنر دوت ادخل لجوه 20 سنتي. وكنا قايلين سقوط الكتف بيكون نص خمس الرقبة، يعني انا نص الرقبة عندي هنا كانت 7، انا هنزل نصهم لتحت اللي هو سقوط الكتف، لان احنا كتفنا مش بيبقى ستريت. هنزل 3.5 سنتي من النقطة اللي انا خدتها لجوه دي بتاعة 20، واروح عاملة نقطة، واروح موصلة من النقطة دي بتاعة الرقبة اللي هي نقطة التقاء الرقبة بالكتف، واروح شد خط. يبقى انا كده رسمت الكتف. هاجي مش انا دخلت كده 20 من هنا، هنزلهم من نفس النقطة ديت لتحت، هعمل كده 20. انا عايزة الخط ده يطلع مظبوط. هنا بقى يجي دور المثلث دوت. ده دي حركة كده هندسية، يعني بروح جاية ظابطة المثلث ده، ظبطاه مع حرف الورقة عشان يطلع معايا خط مستقيم، واروح شد خط. المقاس اللي بعده احنا اتفقنا ان احنا بناخد الخطوط بالعرض الاول، بعد كده عندي تاني خط اللي هو خط الوسط. احنا قسنا طول الوسط كان 41 زائد 1 سنتي خياطة اللي هو 42 سنتي. هقيس برضو، احنا اتفقنا اي اطوال بنقيسها من نقطة التقاء الرقبة بالكتف، هنقيس لتحت 42 سنتي. وبرضو بنفس الحركة هساوي المثلث مع الورقة واروح واخده خط. اتفقنا ان طول الجنب ثابت 20 سنتي، وطول الجنب بناخده من خط الوسط لتحت، يبقى ناخد 20 سنتي اللي هو دوت طول الجنب، وبرضو اخد خط. يا رب يكون بس التصوير واضح، وان شاء الله برضو هصور فيديو تاني وانا على البورد. الخط دوت المفروض ان احنا هننزل بيه تحت كده عشان نبقى نرسم عليه خط الجيب. يبقى انا كده حددت كل الخطوط العرضية عندي ده خط الصدر، وده خط الوسط، وده خط الجنب او الهب او الهانش. عايزة بقى ابين ملامح الباترون دوت.
هحدد بقى النقط بتاعتي على الخطوط دي. عندي الصدر لما حسبنا ربع دوران الصدر كان 22.5، يبقى انا من الخط ده بقى هاخد كل مقاساتي، من الخط اللي ناحيتي دوت هاخد كل مقاساتي لجوه، هقيس 22.5 واخد نقطة. الوسط احدد برضو النقطة بتاعته على طول كده يعني ايه، خلي تبقى هي حركة واحدة بتعمليها على طول عشان تبقى سهلة عليكي. دوران الوسط لما حسبناه برضو طلع 20.5. الهب طلع كان طالع معانا كام؟ كان طالع 25. يبقى احنا كده حددنا النقط بتاعتنا. طب انا عايزه اعمل الجيرو ديت بتاعه الابط، عايزه احددها. هقيس المسافه اللي ما بين النقطه دي والنقطه بتاعه ربع دوران الصدر دي، هتطلع معانا كام؟ هتطلع معانا حوالي 3 سم. اطلعهم تاني لفوق واخد نقطه، واروح جايه بالكيرف ده عايزه اوصل النقطه دي بدي، اروح جايه عامله كده وافضل اظبط الكيرف لحد ما يجوا ال3 نقط قدامي، واروح عامله الدوران كده بالشكل ده. عندي الجيرو بتاع الخلف بتاع الامام بيبقى اعمق من الجيرو بتاع الخلف. هروح انا جايه هنا داخله حوالي 1.5 سنتي، هقيس هنصف الاول المسافه دي اللي هي اخد 10 سنتي، واروح داخله لجوه حوالي 1.5، واروح برضو عايزه اوصل ال3 نقط ببعض. جت معاكي مره واحده، جت ما جاتش مره واحده، يبقى هنوصلها على مرتين بالشكل ده. يبقى انا كده طلع عندي الامام داخل لجوه كده، محروض لجوه اكتر من الخلف. يبقى انا كده خلصت الجيرو، ناقص لي بس ان انا هوصل النقط دي ببعض. هنا بقى تيجي دور الريجه ديت. احنا متفقين ان احنا جسمنا فيه كيرفات، اتفقنا ان من عند الصدر للوسط بيبقى الكيرف لجوه، ومن الجنب ومن الوسط للجنب بيبقى الكيرف لبره. احنا جسمنا بيبقى عامل كده، يعني تخيلوا معايا بس. هروح انا جايه عامله الرجل جوه كده، واخد برضو كيرف يبقى شكله طبيعي، مش اعمله مش هاجي اعمله لجوه قوي كده عشان في ناس بتعمل كده، ما ينفعش. اخد بس يبقى شكل الرسم معايا انسيابي يعني. اروح جايه موصله دي بدي، والكيرف ده اوصله بالمنظر ده، ودي كده اخليها انسيابيه برضو، مش عايزه اي خطوط حاده نهائي. ودوت بيبقى طول بقى البلوزه بقيسها من فوق برضو لتحت، ودي بتنزل بقى خط مستقيم، انزل افازيه، انزل زي ما الموديل بتاعي هنعمله. بنكمل بقى رسمه البطن. بص دي ايه؟ دي الرسمه الكورساج الاساسي. طيب انا هفرغ الكلام ده ازاي؟ انا دلوقتي رسمه على 2 مش رسمه على اللي تحت، فانا دلوقتي عايزه افرغ الرسمه. هفرغها ازاي؟ هجيب المقص وهفرغ الاول الخلف. هفرغ على الخلف الاول، يعني هفرغ على خطوط اللي هي الخلفيه الاول، اللي هو ده عندي الخلف وده عندي الامام. انا هفرغ على اللي هو العالي الاول. اروح جايبه البطرون بتاعي كل ده انا بفرغ على الخلف مش بفرغ على الامام. ومنساش ان بداية الكيرف تبقى خط مستقيم. يبقى انا كده فرغت على الخلف، ويبقى هشيل الورقة دي بتاعت خلاص الورقة اللي انا ما رسمتش عليها اللي كانت في الظهر دي خلاص، دي بقت الخلف، واكتب عليها حرف خ كده اللي هو خلف، او اكتب عليها خلف زي ما انتوا عايزين، واشيلها على جنب. الامام بقى عندي الاختلافين اللي هو الرقبة محروضة زيادة، والجيرو محروض زيادة. دي بقى هفرغها برضو. هروح شايله بقى الزيادات،
معلش بقى يعني ايه، عشان انا بصور لوحدي وما فيش حد بيساعدني ومش هعمل مونتاج، هو اتفرجوا على الفيديو زي ما هو كده عشان انا مش فاضيه بصراحه اعمل مونتاج. تمام، يبقى انا ده عندي كده شكل الامام. نفردهم كده جنب بعض عشان نصورهم بقى جنب بعض كده، اوريلكم كان بقى شكله ايه. بقى ده كده عندي شكل الامام، وده عندي شكل الخلف، وبكده يبقى خلص الباترون. ما كملش وقت خالص يعني، انا كمان عشان بشرح لكم هو خد وقت، ده هو ما بياخدش دقيقتين وبيكون خلصان. ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم ازاي بقى بنحطه على القماش وبنقص، وبرضه هصور لكم فيديو تاني وعد ان انا اصور لكم على البورد، عشان يبقى لو حد مش فاهم وانا شرحت كده على طول، لان انا في الكورس عموما يعني احنا كل الفيديوهات اللي انا صورتها دي بناخدها يعني في حصة واحدة، اللي هو بناخد المقاسات وازاي بنطلعها، وازاي بنرسم الباترون على البورد، وازاي بنرسمه في ورق، وازاي بنعمله كمان على القماش وبنقفل قطعة. كل ده بيبقى في حصة واحدة، بس هو عشان فيديوهات فانا مش عارفة اعمل كل ده في مرة واحدة، خصوصا ان انا بصور لوحدي زي ما قلت لكم، وما عنديش كمان امكانيات ان انا اصور بيها. يعني انا بصور بموبايلي وسندها سند الموبايل كمان، وحالتي حالة يعني. فاستنوني ان شاء الله هظبط الدنيا وهتبقى الفيديوهات احسن من كده بكتير. يا رب تكونوا استفدتوا، متنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب عشان تشجعوني، عشان انا شايفه احباط بصراحه. فيعني حاولوا تشجعوني شويه عشان اصور لكم فيديوهات تاني. يلا باي باي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. فيديو جديد، وان شاء الله الفيديو يكون سهل المره دي ويكون واضح وبسيط. في الفيديو اللي فات احنا عرفنا ازاي بنرسم الباترون الاساسي بتاع الكورساج، وقلت لكم ان هو بنرسم بيه، بنقص عليه بعد كده بقى اي حاجه، بلوزه، دريس، حد عايز يعمل كاش مثلا في البيت او حاجه. انا النهارده هعمل كاش. مش ده الباترون اللي انا قصيته المره اللي فاتت، احنا المره اللي فاتت قصينا باترون مانيكان، بس دوت الباترون بتاعي. انا مخلياه بطلعه واقص عليه واشتغل في اي وقت. طبعا دوت متفرج عليه بنسة، بس التاني احنا ما كناش لسه خدنا البنسة، فهسيبكم البنسة دي كأنها مقفولة ولا كأنها موجودة. احنا بنشتغل دلوقتي على الخارجي دوت اللي هو الباترون الاساسي بدون بنس. هنشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. احنا محتاجين المازورة والمقص ودبابيس عشان تثبيت الباترون على القماش، والماركر، وطبعا الباترون. هعمل ايه بقى عشان اشتغل؟ هجيب القماش بتاعي هقلبه على الظهر. ده البورسل بتاع القماش، البورسل اللي هو طول القماش. لو زي دوت كده مش باين، بنمسك القماشة ونشوفها المطة بتاعتها اعلى فين، يعني الطول المطة بتاعته بتبقى اقل من العرض. فانا مش معايا هي قماشة مثلا، حد مش عارف ده البورسل بتاعها فين، مش واضح البورسل، اعمل كده كده، لا المطة بتاعت كده اعلى، يبقى كده العرضية. طبعا دي باينة من الرسمة، بس في حاجات بتبقى سادة مش واضحة يعني. انا هجيب البورسل ده على البورسل بتاع الناحية التانية، يبقى كده انا جبت عندي طول القماش كله قدام. ولازم اظبط القماش كويس جدا. طبعا القماش ده قطن وفيه نسبة لكرة، فهو متعب شوية في الشغل بتاعه. انا دلوقتي ظبطت القماش، جبت البورسل على البورسل اهو ظبطته. انا دلوقتي عشان ما هقدرش قماش، انا ما بحبش يعني في ناس هتروح تانية دوت على الناحية التانية على طول وتعمله 4/4، عشان احنا متفقين ان احنا هنقص الربع، اللي هو شغالين على ربع الجسم. لا، انا بشوف بجيب الباترون بتاعي واحطه عند البورسل كده، واشوف انا مثلا محتاجه قماش قد ايه. مثلا انا محتاجه لحد هنا، خلاص يبقى انا اتني من اول هنا. اروح جايه تانية كده
بقى القماش 4 طبقات عندي، ودي الحته السليمه على بعضها، هستخدمها في اي حاجه تاني. بس انا كده تنيت الناحيتين المفتوحين بتوع البورسل، بقى عندي الناحيه اللي بره دي المقفوله. تمام كده الناحيه دي المقفوله. طيب هعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ انا لازم البورسل دوت، يعني قطعه القماش دي تبقى مظبوطه جدا. اجي اقيس من هنا، من جوه، من بره لجوه كده، او من جوه لبره، الاقيها عندي 34 من اول بورسل القماش لحد الحته المقفوله دي، لازم كلها تطلع 34. اظبط كده لحد ما يبقى كله 34، لحد كده ما عندناش مشكله. تمام. هجيب بقى البطرون بتاعي، وده خط النص بتاعي، اللي هو خط النص. انا دلوقتي شغاله على الخلف، هجيب واظبطه كده مع مع القماش من الناحيه المقفوله، وهثبت بدبابيس. انا كده ثبت البطرون على القماش. طيب انا دلوقتي عايزه مثلا الكاش بتاعي يبقى طوله مثلا متر او طوله 90. هقيس منين؟ اتفقنا ان احنا بنقيس من نقطه التقاء الكتف بالرقبه. اروح جايه هنا كده وقايسه المتر. تمام. هي دي مش مكمله متر، انا يعني عايزاه يبقى مش طويل. هجيب بقى الماركر بتاعي. احنا متفقين ان احنا سايبين 1 سنتي خياطة في عرض الكتف. معنى كده ان انا مش هسيب مسافة، يعني هرسم على البطرون مباشرة من اول الرقبة لحد اخر البط ده هنا. كل دوت هيبقى على قد البطرون بالظبط. هاجي هنا بقى اسيب التوسيع اللي انا عايزاه، اسيب اللي هو الخياطه، مقدار الخياطه بتاعي 2 سنتي 3 سنتي، عايزه اسيب اكتر براحتك. بس الحته دي ملعبش فيها. ليه؟ عشان لما ابقى عامله كم ملاقيش دي وسعت مني والكم طلع صغير. فانا الحته دي كده، واجي بقى اوسع من بعديها، اشوف بقى انا عايزه الوسع بتاعي قد ايه. بس انا برضو مش عايزاه يبقى واسع، فانا عايزاه يبقى خط ستريت، فهعمله بالمسطره من اول هنا لحد الاخر. او ممكن نعمله برضو عشان يبقى فيه تجسيمه اهو، نسيب كده للاخر. نشوف بقى احنا عايزين نعملها ازاي. كده انا رسمت بالماركر البطرون بتاعي. عايزه بقى اشيل البطرون ده كده، العلامه بتاعتي. انا اصلا ما بعلمش في العادي، يعني بروح حاطه البطرون وحتى مش مثبته بدبابيس، بروح اقص على طول. بس سيبكم مني يعني، وانتوا ايه في الاول لازم تظبطوا كده. هنروح قصين واخد كده الكيرف. خلي بالي جدا وانا بقص. يبقى انا كده قصيت، طلع عندي 2، واحده خلف والتانية امام. احنا متفقين ان الامام بيكون محرود عن الخلف في الرقبه وفي الجيرو. احنا المفروض ان احنا لما كنا راسمين المره اللي فاتت البطرون بتاع الكورساج الامامي، عدلنا عليه وعملنا ان هنا في بيبقى داخل حوالي 1.5 سنتي، وهنا طبعا مسافه مقدار الرقبه انا برضو هروح نازله مثلا حوالي 7 سنتي كده. تمام، او اكتر، انا عايزاها اكتر شويه، واروح عامله دوران. طبعا هنشتغل بالكيرف
بس انا عشان عارفه بتبقى ازاي فبعملها بايدي. وبرده الامام عايزه احرده حته زياده برضو، ما اقربش من الكتف، ما اقربش من الجزء بتاع الكتف، وما اقربش من نهايه الجيرو. هقص. انتوا طبعا اعملوها بالبطرون برضو، هتحطوا البطرون برضو، ارجعوا للفيديو التاني وهتشوفوا الواحد سنتي اللي بنسيبه على البطرون بيبقى ازاي. وفي الاول ابقوا ارسموا بالبطرون عشان يطلع معاكم مظبوط. كده انا قصيت الاتنين، بقى عندي خلف وعندي امام. ده شكل الامام اهو، محرود اكتر، الرقبه باينه اهي. تمام كده احنا محتاجين نقفله على المكنه. تعالوا نشوفوا هنقفله ازاي. دلوقتي هنقفله على المكنه. انا دلوقتي عندي ده الخلف وده الامام. هجيب الكتف على الكتف وهقفلهم مع بعض. ولازم الكتفين يبقوا قد بعض. المفروض ان احنا بنعمل اوفر، بس انا هي دي انا شايفاها مش محتاجه اوفر فهتنيها على طول. انا بحب اتني الرقبه الاول لو هي فيها لكره كده، ما ناخدش منها كتير عشان ما نقصرش على عرض الكتف. كده انا قفلت تنيت الرقبه. هروح قافله الكتف التاني. اروح برضو تانية الكت بتاعه دوت اللي هو الجيرو ده هتنيه. وكل ده طبعا بيتعمل له اوفر، بس انا عشان مستعجله فمش هعمل اوفر. او كاش ما اخدش مننا 5 دقايق، يعني البطرون بيتعمل في 5 دقايق، والحاجه بتتنفذ برضو لو هي ما فيهاش شغل كده في 5 دقايق بتكوني خلصتي. انا كده تنيت الاتنين جيرو، تنيت الرقبه. احط بقى الجنبين على بعض واقفل الجناب. اهم حاجه بس عشان دي القماشه لكرة، فاخلي بالي وانا شغاله لانها بتبقى تقعد تمط من المكنه وبتعمل حركات رخمه يعني. هنظبطها كده من تحت. بصوا هي بتبرم ازاي، لان هي فيها نسبه لكرة.
كده خلاص عملتها الاوفر، ناقص ان انا اتني الديل. انا بحب التانية تبقى تانيتين جوا بعض، هتني واحدة كده واحدة تاني جواها. هي في اللترة الاحسن افوروا واتنوا على طول عشان هتستغلسوها يعني. دي خلاص كده خلصت بعد ما تنيت الديل، بقى كاش تحفة. تعالوا بقى نلبسه المانيكان ونشوف شكله بقى ايه. تنيت الديل بقى كاش تحفة. تعالوا بقى نلبسه المانيكان ونشوف شكله بقى ايه. ده كده شكل الكاش مايو النهائي او الجلابيه البيتي النهائيه. هي طبعا واسعه على المانيكان لانها بتاعتي. كده خلصت، ما اخدتش وقت خالص وطلعت شكلها حلو. ولو رحنا اشتريناها بالماتيريال دي هنلاقيها ب 300 400 جنيه دي، مش عارفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الشرح كان بسيط ويكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات اللي هو ازاي بنرسم الباترون وازاي برضو بناخد المقاسات وكل الحاجات دي، هسيبها لكم في الديسكريبشن. وتابعوني وان شاء الله فيديو جديد. والمره الجايه هعمل لكم الكم بطريقه سهله جدا واعرفكم ازاي ترسموه بكل التكات وازاي بناخد مقاساته وازاي بنحسبه وبطريقه سهله جدا. باي باي.